السلام عليكم، ازيك يا عبد الرحمن؟ انا بنت عندي 19 سنة. اتعرفت على ولد من الكلية. في الاول كان كل حاجة عادية، بنشتغل في نفس المشروع وبنتكلم عادي. مع الايام بقينا نرغي في كل حاجة، بقيت احكي له عن بيتي وعن صحابي وهو كمان. وبعد فترة حسيت اني مش بقدر اعدي يوم من غيره. بقيت بلبس على ذوقه وبتكلم بالطريقة اللي بيحبها، ولما بيتأخر في الرد بقلق. بس كل ده وأنا مش مرتاحة، جوايا صوت بيقولي ده مش حب، دي فتنة. بس لما بحاول أبعد بضعف وبفتكر كلامه، وبقول لنفسي هو مش بيطلب مني حاجة غلط، بس قلبي عارف إنه الطريق ده مش مظبوط. أنا مش ناوية أغلط بس بضعف. سؤالي ليك يا عبد الرحمن، إزاي أرجع عن اللي أنا بعمله؟ اولا انا قلت يا جماعة يا بنات بلاش تصاحبوا ولاد، بلاش يا بنات الاختلاط في الجامعة مع الولاد. انا عايز اقولك اي حاجة بدايتها لا ترضي الله نهايتها لا ترضيكي. فدوا يعني اللي انت بتعمليه دوا ذنب. انا عايز اقولك ابعد يعني اللي انت بتعمليه، لان ده غلط ودي معاصي ودي فتن ودي فتن. اتقي الله وقرب من ربنا، صلي واقرأ قرآن وادعي ربنا يعني يسامحك في اللي فات. ازاي ترجع عن الطريق ده؟ استغفري وصلي واقرأ قرآن، وخلي عندك نية وإرادة انك ما ترجعيش للطريق ده تاني. وان شاء الله بإذن الله تعالى ما ترجعيش للطريق ده تاني. وحاولي تكوني قوية وانتي ان شاء الله هتبعدي عن الطريق ده. ويا بنات يا بنات يا بنات بلاش اختلاط في الجامعة. يا بنات بلاش اختلاط في الجامعة، الحاجات دي بتبقى نهايتها وحشة. وإلى اللقاء.